النهارده هناخد النظري بتاع الصف الثالث الايه؟ الاعدادي اللي احنا خدناه قبل كده. من سنه اولى وانا بقول لك اهم جزء نظري هو الجزء النظري بتاع ثالثه ايه؟ اعدادي. ليه؟ لانه فيه 3 دروس والثلاث دروس اطول من بعض. والنظري في ثالثه اعدادي هو اللي بيرفع مجموعك في الامتحان، لانه بيجي لك نظري فيه. ومش بيجي لك سؤال ولا اثنين، لا، ده بيجي لك من ال3 مواضيع. اول موضوع يا سنه ثالثه درس اسمه الطينه لغه التشكيل اللي هو الفخار والخزف. تاني درس اسمه الاشغال اليدويه. وتالت درس اسمه الاغشاء على مر العصور. كل درس تحته كلام كتير جدا زي ما حمله لك على هيئه اسئله دلوقتي وهنكتبوه في الكراسه بتاعتنا. اول درس اسمه الطينه لغه التشكيل اللي هو الخزف. يعني ايه خزف؟ الخزف ده اللي هو فصل الورد. طب يعني ايه فخار؟ عارفين الجله اللي بيشربوا بقى ميه؟ هي دي اسمها فخار. طب ايه الفرق بينهم؟ حد يعرف؟ اتكلمي معايا. الفخار ده بيتشكل. الفخار دي ايه؟ بيتشكل. والخزف؟ الخزف طيب. بيت. لو انتوا بصيتوا كده وجبتوا فازة ورد وجله بتتلون. ايه الفرق بينهم؟ الفازة بتتلون والجلة بتتني زي برافو بعض. عليك. الفازة هتلاقيها متلونة، بس هل الفخار متلون؟ لا. يبقى أول فرق بين الخزف والفخار في اللون. خفيف. في الايه؟ في اللون. دي بتبقى متلونة واخدة لون، أما الفخار ما بيبقاش واخد لون، بيبقى واخد اللون الأحمر الطوبي بتاع الطين المحروق. اللي هو ايه؟ ما هو الطين المحروق ده بيبقى واخد اللون الأحمر الطوبي. عارفين قلب الطوب الأحمر؟ ده أصله ايه؟ طينة. وتعمل لها عملية ايه؟ مش تسوية بقى، عملية حرق. في الطينة وفي الخزف كنا بنقوله تسوية، أما في قلب الطوب مش هنقوله تسوية. أنا مش بسوي الطينة أو قلب الطوب، لا، أنا بدخله الورشة الكبيرة اللي عندنا اللي احنا عارفينها ده عشان يطلع قلب الطوب الأحمر اللي احنا بنشوفه. ده أصل طينة. بياخد واخد اللون الايه؟ الأحمر الطوبي اللي هو لون الطينة. اللي هو لون الايه؟ اللي هو لون الايه؟ الطين. يبقى اول فرق بين الخزف والفخار اللون. طيب عمرك شفت فازه ساده ولا بيبقى عليها زخارف؟ بيبقى عليها زخارف، صح يا سنه ثالثه؟ صح. يبقى تاني حاجه الزخارف. الخزف دايما ملون ومزخرف، اما الفخار ما هوش ايه؟ ملون ومش مزخرف بالطريقه الواو بتاعت ايه؟ بتاعت الخزف. يبقى لما اجي اعرف الخزف اقول هو ايه؟ هو فخار حصل له ايه؟ عملية تلوين وايه؟ مزخرف. لما اجي اعرف الخزف اقول هو طينة حصل لها عملية تلوين مزخرف. بس لا، طينة حصل لها عملية تلوين مزخرفة بس في وسط حاجات كتيرة جدا. زي هي طينة حصل لها عملية عجن وتشكيل وتسوية وتلوين وايه؟ وزخرفة. مش دي كل العمليات اللي انا عملتها على الخزف او على الطينة عشان اطلع فازة ورد؟ هي فازة الورد دي طلعت من ايه؟ كان اصلها ايه الاول؟ ردوا انتجوا. كان اصلها ايه؟ طينة حصل لها عملية عجن الاول. عجنتها بقت ايه؟ تراب الطين الاصلي بقى طين. الطين ده عملت عمليه تشكيل على هيئه الفازه اللي انا ايه؟ عايزها. بعد ما شكلت عملت عمليه تسويه. يعني ايه تسويه؟ يعني حولتها من الصوره اللينه للصوره الايه؟ الصلب. من غير كده بقى ايه؟ فخار ولا خزف؟ فخار. لو ضفت حاجتين لونت وزخرفت يبقى انا خليته ايه؟ يبقى لما اجي اعرف ايه هو الخزف اقول هو طين حصل لها عمليه عجن تشكيل تسويه وزخرفه وتلوين او تلوين وزخرفه. طب
طب لما اجي اعرف الفخار اقول ايه؟ هنشيل التالون والزفرة. الاول ها هو ايه؟ طين. حصل لها عمليه عجن تشكيل وتسويه بس. هو ده الفخار بدليل الجله. هي مش الجله طينه وتعمل لها عمليه تسويه بقت بالمنظر ده وبنستخدموها بقى اسمها فخار. زي شله الورد كل ده فخار. ايوه زمان كانوا يبقى في شله كده مدوره كده بيحطوا فيها الايه الزرع والورد بدل المربعات البلاستيك اللي موجوده دلوقتي. اكيد انتوا عارفينها وشفتوها. الكلام ده كان من زمان شويه. تمام؟ طيب. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الخزف والايه الفخار. طب من دلوقتي قلنا هو طينه. يبقى هل في انواع طينات بتستخدم في صناعه الخزف؟ هل الطين بتاعنا اللي احنا نعرفوه ده؟ لا. في 4 انواع من انواع الطينات اللي بتستخدم في صناعه الخزف ومشهوره جدا. اول طينه اسمها الطينه الايه؟ الاسوانه. اسمها الطينه الايه يا سنه ثالثه؟ اسمها الطينه الايه؟ ومن اسمها كده هي موجوده في مدينه ايه؟ اسوان. ودي ارخص انواع الايه؟ الطينات. عشان كده بتستخدم في المدارس وفي الايه؟ وفي الجامعات. في كليات اللي هي الكليات الفنيه او الجامعات اللي فيها كليات فنيه زي كليه تربيه نوعيه وكليه فنون جميله، كليه تربيه فنيه. الكليات دي فيها اقسام اسمها اقسام النحت. بيستخدموا فيها الطينه الايه؟ الاسوان. ليه؟ لانها ارخص انواع الطينات. طب هل هي بتجيلك طينه؟ لا، بتجيلك بودره او تراب وانت بتعمل له عمليه عجن على حسب السمك اللي انت ايه؟ عاوزه. عارفين زي ايه؟ زي المثال اللي انا قلت لكم قبل كده بالظبط. هي البرصه اللي الوالده بتاعتها بتعملها في البيت في الفرن دي اصلها ايه؟ لا ترجع لورا. حبايه جنب بتعمل لها عمليات طب تطلع عمليات بعد كده تعمل له عمليات بعد كده عمليات تشكيل بعد كده عمليات تسويه طلع في البورصه او العيش الفينو او اي مخبوزات احنا بناكلها. اتفضلي يا ابو. تاني وصلنا لفين؟ زي بالظبط المخبوزات بتاعتنا. طيب يبقى اول طينه عندنا اسمها الطينه الاسوان. دي موجوده في مدينه اسوان. الطينه الثانيه اسمها طين الكولين. طين الايه؟ الكولين. الثالثه الطين الارمى. الرابع طين اسمه البلدي. كم نوع؟ 4. اول واحد يا سنه ثالثه. ثاني واحد كولين. الثالث الرابع الخامس او الاربعه هم دول بس. اسواني كولين ارمى البلدي. ارخصهم روح دلوقتي انا عندي درس. خلاص؟ ارخصهم الطينه الايه؟ الاسوان. ودي اجملها وكل طينه لها جمالها ولها منتجاتها الجميله اللي بتطلع منها ولها الاسعار بتاعت كل منتج منها. لان لو الطينه غاليه المنتج اللي طالع منها هيبقى ايه؟ غالي. فهمتوا؟ ايوه. يبقى احنا كده خدنا اول حاجه اسمها انواع الطينات. ايوه. طيب نخش تاني شيء في التشكيل. التشكيل اليدوي والتشكيل الآلي. في طريقتين زي زميلتكم كده بتقول تشكيل يدوي وتشكيل ايه؟ انا عايز اطلع فازة ورد. طب انا عايز اطلع 100. هل همسك كل طينه وتني اشكل كل واحده في المية؟ لا، ده انا عايز طريقه تطلع لي اشكال كتير في عدد ايه؟ قليل او في وقت ايه؟ قليل. ايه اللي بيحقق لي المعادله ديت؟ الاله. اي آلة الإنسان صنعها على مر التاريخ توفير الوقت وتوفير الجهد. خلاص؟ أي آلة الإنسان صنعها على مر التاريخ بتحقق حاجتين. توفير الوقت وتوفير الجهد. توفير الوقت وتوفير الايه؟ الجهد. وهي هنا بتعمل الكلام ده في صناعة الخزف. بدل ما امسك حتة طينة وافضل اتني اشكل فيها عشان اعمل خزف او قطعة خزفية، لا، ده انا عندي طريقة ممكن تعمل لي عدد كتير جدا في وقت قليل. عشان كده في طريقتين لصناعة الخزف.
طريقه يدويه وطريقة آلية. طب طريقه يدويه دي ايه؟ هو زمان كان في آلة لا. ومع ذلك انا جاي لكم اهو. خلاص زمان كان في آلة لا بس كان في خزف. طب الخزف دي معمول بالطريقه الايه؟ ها؟ يدوية. مع مرور التطور ومعرفه الانسان صنعوا آلة. بدأ يعرف في حاجه اسمها القالب، وهو ده الآلة اللي بتصنع الخزف. اسمها الايه؟ القالب. اسمها الايه؟ القالب. عارفين زي ايه؟ عارفين فرم الجبس اللي بتتعمل في السقف؟ مش انت ممكن تخش بيت تلاقي في فرن، تروح بيت تاني تلاقي هي الفورمه؟ طب الفورمه دي معموله منين؟ الجبس. ما انا عارف معموله ازاي؟ ازاي اتعملت في البيت ده كده وهي في البيت التاني؟ تعمل لها عملية تشكيل. بالايه؟ بالقالب. اتعمل لها جالب. وبعد كده الجالب ده ممكن اطلع منه مليون نسخه. عشان اعمل عدد كتير جدا من الخزف بعمل له قالب. القالب ده بيطلع لي نسخ كتير جدا من القطعه الخزفيه اللي ايه؟ يبقى لما اقول لك ما هي طرق تشكيل الخزف؟ طرق تشكيل الخزف طريقه يدويه وطريقه ايه؟ آلية. الطريقه اليدويه اسمها التشكيل بالقالب. اما الطريقه اليدويه فهي 3 حاجات: طريقه الحبال والضغط والشرايح. يعني ممكن اشكل بالحبال ان انا اشيل حته طينه كده واحطها في كف ايدي واتن ايه؟ اضغط هتعمل لي ايه؟ حبل ده الف واشكل بيه. الضغط ان انا اشيل حته طينه واضغطها باشكال معينه تطلع بالشكل ده واشكل بيه. الشرايح ان انا اشيل حته طينه واقطعها على هيئه مثلثات مربعات دوائر وابدا اشكل بيها المشغوله الخزفيه. كل ده انا شغال بايدي، يعني ده طرق تشكيل ايه؟ يدوي. خدنا طرق التشكيل، نخش بقى على عمليه الايه؟ التسويه. ودي تعتبر من اهم عمليات صناعه الخزف. ليه؟ لان عمليه التسويه لو مش مظبوطه ممكن تكسر لي وتبوظ لي المشغوله اللي انا عاملها كلها. في حاجه اسمها افران التسويه، هي دي الافران اللي بسوي فيها الخزف، اللي انا بطلع فيها قولوا السلام عليكم، اللي انا بطلع فيها المشغوله وبحولها من الصوره اللادنه للصوره الايه؟ الصلبه. عندنا 3 انواع من الافران. فرن اسمه الفرن الشعبي وده اقدم انواع الافران. تاني فرن هو الفرن الوقود. الثالث الغازي. الرابع الفرن الكهربي وده احدث نوع من انواع الافران. الفرن الشعبي ده زمان الخزف ده كان مصنوع من اعلام الفراعنه. طب كانوا بيسووه ازاي في الفرن الشعبي؟ طب الفرن الشعبي ده الوقود بتاعه ايه؟ بتاع الحطب والدش. شوفوا بقى كم المجهود الرهيب اللي كان بيوصل ليه الراجل او الفنان عشان يوصل بالفرن ده لدرجه حراره عاليه تحول الطينه من الطينه للصوره اللادنه والصوره الصلبه. يعني كان بيشتغل او بيعوز مجهود ايه؟ كبير عشان يوصل لدرجه حراره الفرن ايه؟ عاليه تساوي. مع تطور الزمن والانسان عرف الفحم خلاص وعرف البترول وجد افران اسمها افران الوقود تشتغل بالوقود وتشتغل بالايه؟ بالجاز والبنزين. التطور شويه حصل ووجد افران بتشتغل بالغاز لما الانسان عرف الايه؟ الغاز. التطور الاخطر لما الانسان عرف الكهرباء وبقى في افران بتشتغل بالكهرباء نسبه السيفتي او نسبه الامان فيها عاليه جدا. ليه؟ لان مش بتحتاج جهد، انت دلوقتي بتحط الايه؟ الفيشه بتاعت الفرن. الفرن الكهربي ده هو ليه اسم تاني اسمه الفرن المدرسي. ليه؟ لأنه بيستخدم في الجامعات. برافو، لانه بيستخدم في المدارس وفي الايه؟ في الجامعات. مش هروح اجيب فرن شعبي واحطه في جامعه، مش هروح اجيب فرن واحط انبوبه غاز زي القنبله في الجامعه، لا ده انا بجيب لها فرن ايه؟ كهربي سهل في التشغيل وامان في الايه؟ في الاستخدام. عشان كده بدل ما يسموه اسم الفرن الكهربي ليه اسم تاني اسمه الفرن الايه؟ المدرسي. يجي يقول لك في الامتحان الفرن الكهربي او الفرن المدرسي يستخدم في المدارس وفي الجامعات، صح ولا غلط؟ صح.
فهمتوا؟ يستخدم في المدارس وفي الايه؟ في الجامعات. الفرن الكهربي ده هو تركيبه او شكل الفرن الغاز بتاعنا اللي في البيت. عارفين فرن الغاز؟ هو من بره بس بيختلف في الايه؟ بيختلف في الايه؟ الحجم. ليه بيختلف في الحجم؟ لأن كل ما الفرن طباع كل ما خد مشغولات ايه؟ أزيد، كل ما أنجز معايا في عملية الايه؟ في عملية الايه؟ التسوية. كل ما أنجز معايا في عملية الايه؟ التسوية. طيب الفرن الكهربي ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من علبة من الصاج مرتكزة على أربع أرجل. مرتكزة على 4 ايه؟ أرجل. الفرن موصل بمنظم زي ما هرسمه لكم دلوقتي على السبوره. المنظم ده للتحكم في درجه الحراره اللي داخله. المنظم ده موصل بمصدر للطاقه. ده من بره. طب من جوه هل هو فرن عادي كده؟ لا مش عادي. ليه؟ لان درجه الحراره اللي جوه بتبقى ايه؟ عاليه جدا جدا جدا. تمام؟ عاليه ايه؟ جدا. خلاص؟ اقفل يا اسلام.